يا الله، ونقول بسم الله ونيجي وياكم هالمرة ويا طلاب الغالين علينا، طلاب السادس الأدبي، ويا مادة الجغرافيا اللي هواي طلبوها مني بفترة المراجعة. شلون نحصل بيها درجة كاملة؟ بالأخص هسه احنا فترة حرجة. هواي طلاب ما ضابطين الجغرافيا وعندهم هواي نقوصات بيها. مبدئيا خلينا نتفق، الجغرافيا رادلها شوية تكرار وصبر، يعني مو لزمت الملزمة أو المراجعة المركزة وقريتها من أول مرة وتريد تضبطها. أكيد تحتاج شوية تكرار، وإن شاء الله إذا مشيت مثل ما دا أقول تحصل درجة عالية جدا. مبدئيا حنعتمد على مراجعة مركزة عدد أوراقها 20 ورقة، يعني 40 صفحة، باعتبار الورقة عادة صفحتين. ركزولي على كلمة 20 ورقة يعني 40 صفحة مثل ما قلت. من إعداد الأستاذ القدير حسين عبد الحسين اللامي. هسه البعض يقول ليش ما اختاريت دكتور عباس العامري، أو ليش ما اختاريت الأستاذ أحمد جبار الدايني. شوية أستاذ أحمد جبار الدايني مراجعته ضخمة ومبالغ بيها من ناحية الشرحيات، أما عباس العامري فشوية مختصرة. الزايدة في الحل الوسط بالجغرافيا هو حسين عبد الحسين اللامي. هاي المراجعة مال حسين عبد الحسين اللامي أقل شي قد تضمن أقل شي 80، أما المتوقع فهو 90 وفوق. وإذا تريد 100 فتقرأ لي المراجعة المركزة وأسئلة الفصل. رجاء أسئلة الفصل كلكم تحفظوها مثل اسمكم. ونصيحة كذلك، المراجعة عجبتني هاي لأنه بيها وزاريات، فوزارياتها كلش مرتبة، فراح تفيد الطالب جدا. بالإضافة مثل ما قلنا تقرأ أسئلة الفصل وياها. النصيحة أقدمها لك من ناحية الحفظ، ورقة وقلم. ومثلا أنت حفظت هاي مثلا صفحة 38 حفظتها، شو تسوي؟ قبل ما تروح الصفحة 39 تعيد صفحة 38 كلها. تمام؟ حفظت مثلا رحت الصفحة 39 حفظتها، تي تنتقل للصفحة 40، شو تسوي؟ تراجع صفحة 38 و 39. بهاي الطريقة راح تقل نسبة النسيان عندك، وراح تزيد نسبة الحفظ. زائدا حاول تسجل صوتك، مثلا تستخدم تطبيق تليجرام أو واتساب، سجل صوتك واسمعه، راح كذلك تزيد نسبة الحفظ مالتك. راح اخلي لكم رابط المراجعة المركزة في اول تعليق للي يريد يسحبها في قناة التليجرام، قناة رفاعي عبد الله. وكذلك راح اخلي لكم رابط المراجعات المركزة لباقي المواد. انا ان شاء الله راح استمر وياكم طلاب الادبي، بالاضافة الى المرشحات ان شاء الله عن قريب كله راح نشره لكم. لا تنسوا والدي من الدعاء. مع الف سلامة.